الأخوة والأخوات مندوبي المؤتمر الوطني الكردي الموقرون، باسم أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا وباسمي شخصيا أرحب بكم جميعا أجمل الترحيب، متمنيا لكم الموفقية في إنجاح أعمال مؤتمرنا هذا بروح من المسؤولية الوطنية والقومية الملقاة على عاتقكم في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها بلادنا سوريا. ببين مناسبة أتخازم ببيجم خير هاتنا كتائبت وام حوالي كيشي كتن خباتي أو جي آرها دنا مدني آرها يك جوان بديت مناسب بكر أم بير جيبوني البيتن خير هاتني دوام هتدر وام حوالي بسعادة أخوة بخوشي أخوة يكرن كتنا بخباتي جدستي دي وخباتي. السيدات والسادة، إن هذا التجمع الكردي الذي نشارك فيه اليوم جميعا يعتبر الأول في تاريخ الحركة السياسية الكردية، إذ نلتقي ولأول مرة أحزابا وفعاليات مجتمعية في إطار هذا المؤتمر لنناقش معا كافة الخيارات والسبل المطروحة أمامنا للوصول إلى الأهداف التي ننشدها، وهي بتصورنا دراسة وتحليل الوضع السياسي الراهن إثر الأزمة التي تعصف ببلادنا سوريا، واتخاذ المواقف اللازمة منها كحركة سياسية وكمؤتمر وطني كردي، والخطوات الواجب اتخاذها على ضوء مناقشاتكم والقرارات والتوصيات التي ستنبثق عن هذا المؤتمر. والمسألة الأخرى التي يجب أن تستحوذ على اهتمامات المؤتمرين هي صياغة خطاب سياسي كردي موحد يرقى إلى التحديات المرحلة، خطاب يتسم بالموضوعية موجه إلى الساحة الوطنية السورية بكل أطيافها وألوانها، وقادر على استقطاب أكبر عدد من السوريين حوله، خطاب قادر على التوفيق وبدقة بين توجهاتنا وسياساتنا الوطنية والقومية، ونكون قادرين على لعب دورنا على الساحة الوطنية السورية جنبا إلى جنب مع كافة القوى السياسية السورية لإخراج بلادنا من هذا